السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله راكم كامل بخير وفي صحه جيده يا رب العالمين. نقدم لكم اليوم وصفه بزاف بنينه اللي هي تحليه بفلون الكراميل والبسكويت، تجي بزاف بنينه. خبوا هذه الوصفه رمضان، شوفوا معنا النتيجه. نقسم معكم ديجا جربت معكم هذه التحليه، يعني من كثره بنتها نديرها تخلص في دقيقتها بالصحه والهنا ان شاء الله. شوفوا طبقه تاع البسكويت وطبقه تاع الفلون وطبقه تاع الكراميل، اللي عنده اضافات مثل يعني حبه كاوكاو من الفوق ولا الموز ولا مهم جربوها وان شاء الله تنجحوا في اعدادها. على بركه الله نحتاجوا بسكويت، اي بسكويت متوفر، نشمخوه في الحليب ولا قهوه حليب فاش حبيتوا تشمخوه. فوالا نشمخوا البسكويت تاعنا بيان، نشمخوه اللي حبيتوه يعني يجي مشمخه بيان شمخوه مليح، حبيتو يجي شويه ناشف ما تشمخوهش بزاف. هكذا بهذه الطريقه نستوي كامل البسكويت تاعنا في لو بلا تاعنا. نحطوا الطبقه الاولى تاع البسكويت بهذه الطريقه، ونزيدو نديرو طبقه ثانيه تاع البسكويت باش تجي شويه طبقه عاليه تاع البسكويت. نكملوا بنفس الطريقه نشمخوه في الحليب. نجيو المرحله الثانيه نحتاجو فيها نصف لتر حليب، ونديرو نفرغو معاه كيس فلون ذوق الكراميل. واش من ذوق حبيتو ديروه انتم احرار في الذوق اللي ديروه. نخلطو جيدا ونحطو الفلون تاعنا يغلى جيدا، نخلوه شويه يبرد شويه. هنا نديرو الكراميل تاعنا في الدار، نحتاجو فنجان تاع السكر نوسوه على نار قليله فقط. هنا الفلو تاعي بعد ما غلى جيدا شوفوا معنا نحيه على النار، وهنا السكر تاعي بدا يتكرمل نضيفوا له شويه حليب فقط. انا نحب ندير له شويه حليب فقط، هذا ما كان. لا حبيتو ديروا له كذلك شويه مارغرين يجيكم هايل بهذه الطريقه. وهنا عندي ديجا كيس تاع كراميل جات مع علبه الفلو هذيك، نزيدها كذلك لهذا الكراميل. هنا الفلو تاعي بعد ما برد شويه نزيد له علبه ياغورت بذوق الكراميل فلون كراميل، نخلطوها جيدا. هذه هي، نخليو الكراميل تاعنا يبرد في جهه ونكملوا نحركوا الفلون تاعنا ونخلوه يبرد شويه باش نفرغوه على البسكويت تاعي بهذه الطريقه. نخلوه حتى يبرد شويه بهذه الطريقه ونفرغوه على البسكويت تاعي باش ما يطلعش البسكويت تاعي فوق الاخر. نفرغوه بشويه. هنا انا فرغته دفعه واحده على هذيك طلع لي البسكويت من الفوق نورمال. حيتخبى يتخبى بالكراميل تاعي. هنا شوفوا الكراميل تاعي نخلطو جيدا نتحصلوا على صوص كراميل، وهنا نضيفوا له علبه تاع ياغورت بذوق الكراميل بهذه الطريقه. بعد ما يبرد كامل الفلون تاعي ويجمد شويه فقط نجيو نفرغوا الكراميل تاعنا. تجي تحليه بزاف بنينه. اللي عنده البنان يزيد البنان، اللي عنده بودره الشونتي يطلعها في شويه ما ولا شويه حليب ويزيد طبقه ثالثه. درتها لكم من قبل فيها كريمه الشونتي بهذه الطريقه. نسويو كامل الوجه تاعنا تاع التحليه تاعنا بهذه الطريقه. جات بزاف بنينه تحفه وماهيش حلوه بزاف، مليحه لسهرتكم الرمضانيه. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه، ان شاء الله تجربوها. مشتركين القدم يعطيكم الصحه على تفاعلكم، مشتركين جدد مرحبا بكم في قناتي. اللي ينضم لقناتي ما ينساش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. انا ما بقى لي غير نقول لكم الى هنا صل الى نهايه الفيديو، الى وصفه اخرى والسلام عليكم.